هي سياسة الدولة، ما تحي لك الاستثناء صغير اللي عنده شهرين اقرب لنا كان الميكرو. اي طبعا السيناس هذا هو الصعيب راه في الخدمة في الراديو، الميكرو ديما قريب له، سينو الصوت ما يوصلش. قلت مع هذه التصريحات اللي عملها والاجراءات طبعا اللي عملها رئيس الحكومة عندها شهرين هنا نناقشوا فيها. بشكل عام سياسة الدولة هي سياسة فساد، مش سياسة مقاومة فساد، قبل الثورة وبعد الثورة. سياسة فساد راهي مقصودة. اعطيك مثل عام 2012 فما شكون جاء قال مرسوم 120 هذا نتاع مكافحة الفساد يجي نقصوا منه. بعد ما مشيتش معاه رئيس الحكومه قال لا وحسمها في اتجاه كونه ما يتمسش، اي ولات ما يخرجش الامر. عمرها ما تعاملت الجهاز تاع التقصي، الحكومات كلها متورطه في الشيء هذا حتى اللحظه هذه حتى سيوسف شاهد. توا البارح مثلا تعدى القانون هذا، احنا صوتنا عليه بالمناسبه خاطر مش معقول باش نعطلوا قانون نضربوا 6 شهور اخرين باش تعمل بصراحه. رغم نحن مش مقتنعين به، وقلنا له حتى الاخوان اللي صوتوا ضد على انتم مبدئيين اكثر ربما من نحن لازمنا نعديو قانون ما نجموش نعطلوه. اما راه سلبيات. شو السلبيات؟ اراده سياسيه معينه ضعف اكثر ما يمكن الهيئات المستقله. القضاء توا اللي هي اللحظه اللي قالوا رئيس الحكومه غير مقنع اليوم وفما قضاة وتنقلوهم، مش انت باش تنقلهم بس المساله القضاء باش ينقل وهاي جاي الصيف، واثنين صدر لنا الاوامر يشيمك في المساله القضاء تتصرفوا كل واحد مسؤول على افعاله في البلاد هذه. انت رئيس الحكومه خرج الاوامر، اثنين غيرك البنيه التي لا تليق في محمد الخامس. شوف معنا بنية أخرى تليق بالقضاء وحتى فيها إجراءات أمنية، راهو المسألة هذه عند رئيس الحكومة مش عندنا نحن. وحاجة أخرى وزارة العدل وقتاش تعمل إجراءات فيما يخص الانتدابات نتاع المساعدين نتاع القضاة هذوما عاملين عليهم على الآخر. الخبراء خلقوا أزمة كبيرة تحب ولا تكره مع كامل الاحترام للسادة الخبراء. يلزم الناس يخدموا مع القضاة موظفين متكونين في الجوانب هذه وهذوك هما اللي باش نعملوا عليهم في المستقبل في الأقطاب القضائية في القطب القضائي المالي. هذا باش نبداو متفقين. به سياسة الدولة سياسة فساد. نزيدك حاجة أخرى. عمرها ما صدر تو هاوما 23 مايو تغيرت حاجات في الديوان وكذا، اما قبل 23 مايو عمرها على مسؤوليتي ما صدرت تعليمات القوات الامن الداخلي ولا للديوانه اجعلوا من الاولويه مقاومه الفساد، وعمرها ما قال لهم حتى حد. الحكومات اللي مرت بعد الثوره الكل حد ما قالها لهم. انت نهار عيط العون اما انت يثق فيك وتثق فيك. بما فيهم حكومه الشاه. توا هالشهرين هذيا ما عنديش معلومات ويسمعوا فيا توانسه باش نعطي الحاجه ما نعرفهاش. اما حتى توا ما زلت نعتقد اللي ما خرجش امر واضح وتعليمات واضحه الاولويه مقاومه الفساد. الفساد ديما حتى الفوق راه نحب نعلمك بحاجه. افعال تغلب الكلام سي محمد. اليوم اللي ترى انت حمله نتاع ايقافات الى اخره. لا مش برشا مش برشا مش برشا مع حاجه الفساد بدينا خطوه اولانيه. الماراثون يبدا بخطوه بمعنى كون توانسه وبالصيغه السيمه المميزه للسياسيين نتاعنا هي الفساد. خرج واحد منهم نواره هكا قال يا نقاوموا شويه الفساد نصفقوا له، انا قاعدين نصفقوا له. اما نحب نقول حاجه السلبيات نتاع كان يواصل كيما في نفس المستوى يوسف الشاهد كون في الاخر باش يصدموا برشا توانسه ويصدقوا وجهه نظر اللي عندهم فيها بعض السياسيين، كون البلاد هذه ما فيها ما تصلح. اليوم عندنا سياسيين يبرر في هذا. فما شكون قال اللي يقاوم الفساد يقول فيها من 2012 فما معركه حتى داخليا عندنا نحن في ترويكا اللي يقاوم الفساد يدمروه. هو يوسف الشاهد قام خرج قال مش قاوم الفساد، خرجت له مسيرات في الشارع وناس معاه وناس تتحرك معاه الى اخره. اللي يقول فيه سي فوزي راهو معاه. اغلبيه التوانسه ما عندهمش علاقه، حتى اللي يدفع في ال 5000 ولا 20000 يدفعها وهو يحس روحه مجبر عليها في داخله في اصله في تربيته ما حسوش بها. قليل المستفيدين من الفساد. حكى سي الاستاذ معناها وسام على الموضوع رجال اعمال، نحن بينا نقولوها لهم اما راهو كلمه رجال اعمال لازمش تولي رجل اعمال معناها مقدس. هم نقول لك حاجه زاد اللي وقفهم سي يوسف الشاهد هما كناطريه ولا مش كناطريه؟ او مش نقول لك حاجه ساعه باش تفاجئك يا اخي اش معناها كناطري؟ كناطري راهو مهرب. اما اش معناها اقتصاد موازي والايكونومي سوتيران والكل؟ هي اللي ماهيش ديكلاري. راهو اللي وقفهم عندهم شركات ومقرات وكتبه وعندهم اكسبير كونتابل الى اخره. التلاعب الكل يصير غاديك راهو باش تتصور كلهم كناطريك اللي داخلين من بن قردان، دول بن قردان والجنوب والكل ما صارتش ايقافات فيها معناها اللي رموز نتاع التهريب باش يبدا في بالك اللي تشبه هنا.